حلوه اسمع مني اللي بيصور ده ايه؟ داري انا قوي يا ابني. ليبيا دي ولا ايه؟ ليبيا دي ولا ايه؟ اه ده حلو قوي. قلت ليه بالجمبري. هنستغل وجود هذا التجمع الجميل ونبدا مع لعيبه النادي الاهلي. بص، هو انا هقول لك احنا لسه واكلين، فكل واحد بطنه ايه يعني مش شايلاه، وفي التورته لسه طالعه اهي، كابتن احمد لسه مطلعها اهي، فمش هنقدر اكتر يعني. كابتن حسام عاشور طبعا مفتقده طبعا، وهو اكيد مفتقدني في الملعب اكيد طبعا من بعد العمليه. اتمنى ان شاء الله العوده سريعا عشان العب جنب حسام عاشور تاني ان شاء الله. ومش عارف احمد شكري قاعد يضحك ليه، بس هاجي لك دلوقتي. كابتن عاشور تقول النهارده للكابتن احمد حسن في العزومه الجميله اللي عاملها لنا في الفيلا دي، وتوعد بالناس الفتره الجايه ان شاء الله، وخصوصا مباراه الاتحاد الليبي. بقول له طبعا كابتن احمد حسن، بقول له دي حاجه متعودين منك عليها. احنا تاني مره نجيله هنا، عمل برضو عزومه للعيبه كلها، وان احنا بنلم الفرقه كلها وبنتجمع كاسره ونضحك، ممكن نهزر، احنا بناكل بس بنضحك وبنهزر. كابتن شهاب اللي خلص عليا وجاب لي صليبي وهو بيلعب مكاني. كابتن شهاب يعني الناس كلها بتفتكر جونك طبعا مفيش شك، مباراة المنصورة، ماتش المنصورة صح؟ ركز معايا، ماتش المنصورة صح؟ حتى الناس كلها افتكرت الجون ده زي بتاع اينو في الجيش، بس انا حظك بقى اللي انا ما اتحسبش، وانت الحكم ساعتها كان شاف الكورة يعني. المهم تقول ايه في الفترة الجاية وتقول ايه؟ المسمار هو ده اللي مخلص على الفرقه كلها. عبد الله لسه هجيله دلوقتي. يعني عبد الله فاروق اللي مخلص على الفرقه كلها. تقول ايه في مباراة الاتحاد الليبي الفترة الجاية ان شاء الله، وتوعد الناس بيه؟ اكيد مباراه صعبه طبعا، عينه يمكن كان سوء توفيق هناك في ليبيا. فالفتره الجايه ان شاء الله باذن الله مركزين ان احنا باذن الله يعني نحاول نعدي الخطوه دي ان شاء الله، ونكسب هنا ان شاء الله بنتيجه نعدي الفرق. انا عايز اقول حاجه، اللي في 4 في الفرقه مخلصين عليا، حسام عاشور وشهاب وعبد الله فاروق ومصطفى شبيطه، والاربعه ان شاء الله هقول لهم كلمه واحده بس، اينو راجع بقوه ان شاء الله. كابتن محمد سمير تعال وائل معانا طبعا كابتن محمد سمير نجم النادي الاهلي اللي هو مصاب حاليا طبعا، بس انا كابتن محمد سمير الحمد لله على السلامه. مش عارف والله اقول لك الحمد لله على السلامه ولا الف سلامه، عشان امبارح برضو بتشوط في التمرين فحسيت بشكه تاني في العضله، فطمن الناس في الاول عليك وبعدين طمنا كده على الفرقه والفتره الجايه. بتقول ايه احمد سيد؟ احمد سيد بتقول ايه؟ سيبوا هنجيله لا والله قلنا الحمد لله، يمكن زي ما بتقول امبارح في التمرين شدت شويه، بس يعني الحمد لله كله تمام دلوقتي، واحسن حاجه ان احنا النهارده كلنا مع بعض طبعا. عندك كابتن احمد حسن، يوم حلو ويوم جميل ان شاء الله يتكرر قريب باذن الله. شكرا يا كابتن محمد. كابتن احمد شكري يعني العربيات الجديده، بس مش هقول جاب ايه. كابتن احمد شكري طبعا بنهنيك على المستقبل الباهر اللي انت ظهرت بيه، وبهنيك طبعا على جون امبارح. اهدى على جون امبارح اللي انت هو كتب باسم اصا كابتن احمد شكري منور قناه النادي الاهلي ومنور معانا النهارده، وبصراحه بتمتعني وكرة في ايدك. الكرة في ايدك في رجلك والله ما فرق عيني. انا يمكن بعدي على الملعب من الثاني. والله حبيبي يا ون، يمكن ما لحقتش العب معاك السنه دي خالص يعني. هنلعب ان شاء الله هنلعب لسه قدامنا. بس طبعا بس والله الواحد خايف يعني، طول ما حسام عاشور موجود الواحد ما بقاش عارف هيلعب ولا لا. انت عارف ده حسام عاشور مخلص على الفرقه كلها. الكابتن اسامه عرابي هيلعب مع مين تاني؟ يا نهار ابيض، يعني مين تاني؟ مش عايزين احنا عايزين في الاخر نبارك للكابتن احمد شكري. خلاص يا عيني، نبارك للكابتن احمد شكري طبعا على العربيه الجديده ونقول له الف مبروك. الحب
احنا بنشكر كابتن احمد حسن على الاستضافه وعلى دعوه الجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين النهارده في بيته. وطبعا هو راجل كريم ورحب بينا ترحيب شديد جدا ونشكره على كده. وطبعا ليها عده مناسبات. المناسبه الاولى طبعا فوز النادي الاهلي ببطوله الدوري العام. المناسبه الثانيه كان عيد ميلاد احمد حسن من كام يوم. ايه يعني واسيب الكلمه لكابتن حسام. لا طبعا بقى بقول لاحمد متشكرين، وزي ما بقول يعني احمد ابتداها بقى لازم الباقي يكملها ان شاء الله. وكل ان شاء الله كده ابو تريكه هو الجمعه والنهى وبال ان شاء الله. وبنشكر احمد وان شاء الله تملي كده متجمعين في الخير باذن الله. شكرا. طبعا انا بشكر كلكم وببارك لكل طبعا كل اللاعبين، ببارك للجهاز الفني والجهاز الاداري والجهاز الطبي وكل جماهير النادي الاهلي طبعا. ويا رب ان شاء الله دايما كده مزيد من الانتصارات. وبمناسبه الدوري طبعا احنا اتجمعنا النهارده، ولكن ان شاء الله عندنا الاهم باذن الله مباراه الاتحاد الليبي، فان شاء الله باذن الله يكون فال طيب باذن الله ونعدي بمشيئه الرحمن ان شاء الله. شكرا. ابو تريكه قول كلمه. لا احنا بنشكر الكابتن احمد حسن طبعا. ويعني زي ما قال الكابتن حسام قبل المحاضره اللي فاتت احنا ما احتفلناش بالدوري، لا احنا بنحتفل بالدوري اهو. فعندنا طموحات تانية وعندنا ان شاء الله مقبلين على مباراه مهمه ان شاء الله، ماتش الاتحاد الليبي نعديه ان شاء الله، وكاس مصر ان شاء الله يبقى بعد الكاس ان شاء الله يبقى فيه عزومه عندي ان شاء الله. والجمعه الناس الكبيره صح اللي هتعزمهم. يعني بنقول لاحمد كل سنه وانت طيب، وان شاء الله يعني باذن الله اوعد اللعيبه ان انا اعمل لهم عزومه ان شاء الله المره الجايه. الدور عليا بالسن ان شاء الله بترتيب السن يعني ان شاء الله. بلال تعالى خد يا بلال، خد يا بلال، ما ينفعش انت راجل كابتن فيها. تعالى عايزين ايه؟ تعالى هنا خد. بس بلال بلاش تحط ايدك في جيبك كلها. كيلو احمد السيد، كيلو احمد السيد. هو يا جماعه بلال كلمه لاحمد حسن. كلمه واحده كابتن حسام ولا كابتن الاثنين؟ هوجهها للكابتن حسام الاول بمناسبه انه لعبني امبارح. يعني مش عايز اقول لكم لا احنا بنشكر طبعا، بنشكر كابتننا كابتن احمد حسن اخونا الكبير، اخونا الكبير. وبشكر طبعا الكابتن حسام على حضوره النهارده، حضوره كده. وبقول الف مبروك طبعا لينا كلنا على بطوله الدوري، وان شاء الله باذن الله نفرح كلنا دايما الكابتن حسام على فكره دي تعليمات بره الملعب وجوه الملعب. وان شاء الله نفرح كلنا باذن الله تعالى يوم الاحد اللي جاي بفوزنا وتاهلنا لدور الثمانيه ان شاء الله بطوله افريقيا. والفرحه الكبيره ان شاء الله ربنا يتمها علينا بنهائي كاس مصر ان شاء الله، وان احنا هناخد البطوله ونبارك كلنا ان شاء الله لبعض. وبنشكر مره ثانيه كابتني كابتن احمد حسن واخويا الكبير، ويا رب ان شاء الله عقبال العيد ميلاد 40 وهو بيلعب ان شاء الله. ان شاء الله كابتن. انا بحث على الموبايل. انا على مهبوط. الجمعة مش مشكلة. الجمعة مش مشكلة. شكرا.